يا مساء الفل لأحلى اخوات ومتابعين في الدنيا. هنعمل النهارده بإذن الله وصفة من الوصفات الاقتصادية، الحاجات اللي هي احنا لازم اليومين دول نفكر ان احنا نعملها بصراحة بسبب ارتفاع وغلو الأسعار. الموضوع النهارده بقى اوفر قوي بصراحة، والدنيا بقت كلها غالية في كل حاجة. فعلى قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نعمل وصفات اقتصادية في البيت. في نفس الوقت محتاجين إن إحنا مش تكون اقتصادية وبس، لأ تكون كمان قريبة جدًا أو بتدّيني نفس النتيجة. يعني أنا حقيقة لمّا باحب أعمل وصفة اقتصادية، باحب أكون عاملاها تكون هي أو قريبة مثلًا بنسبة 90% من الحاجة اللي إحنا بنشتريها من برّه، علشان برضه تبقى إيه، يعني ما يبقاش في تأثير أوي في الحاجة اللي إحنا بنستخدمها. فالنهارده بإذن الله هنعمل مع بعض زي ما أنتم شايفين كده الجبنة المثلثات أو جبنة المربعات. هنعمل مثلثات وهنعمل شكل تاني مربعات، يعني أنتم طبعًا عارفين دي غالية ودي غالية. فالنهارده هنعملها بطريقة سهلة جدًا. هاقول لكم الحاجات اللي هي ممكن تستخدموها والبدايل بتاعتها عشان تطلع معاكم النتيجة زي اللي بتجيبوها من برّه. أقسم بالله النتيجة بتاعتها أبهرتني. عايزة أقول لكم إن أنا أول مرّة أجرّبها أنا شخصيًا، ولكن النتيجة بتاعتها بالطريقة دي بجد أبهرتني. هي نفس النتيجة بتاعة اللي إحنا بنشتريها من برّه بالضبط. طيب تعالوا كده بُصّوا قد إيه هي كريمية، أهي زي ما أنتم شايفين عملنا منها مربعات ومثلثات. بُصّوا كريمية جدًا، بتفرديها بمجرد ما بتفرديها. وعايزة أقول لكم أنا ما رضيتش يعني أشتري أو أستخدم عيش توست لإنه برضه بقى غالي جدًا، فاستخدمت العيش الفينو زي ما أنتم شايفين. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ نشوف هنعمل إيه. معايا كده 2 كوباية من الحليب. يُفضّل يا جماعة هنا ما تستخدميش بقى الحليب المُعلبات والكلام ده كلّه، استخدمي حليب طبيعي، لبن حليب طبيعي. ضِفت ليهم معلقتين كبار من الدقيق، 2 معلقة هرمية كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة هرمية من النشا، معايا كمان نُص معلقة صغيرة من الملح، ومعايا معلقة صغيرة ممسوحة من السكر. السكر ليه؟ ومعايا كمان معلقتين من الخل. تمام كده؟ هاقول لكم دلوقتي ليه. هنا أنا ضِفت تِلت كوباية من الزبدة، ربع كوباية من الزيت وعايرت بنفس الكوباية أهو. طيب ليه ضِفت معلقة السكر؟ معلقة السكر لإن أنتِ لمّا بتستخدمي الجبنة المثلثات بتلاقي فيها نسبة تسكيرة كده بسيطة جدًا، فمعلقة السكر الصغيرة دي هتدّيكِ نفس التسكيرة دي بس ما تزوّديش، ما تكتّريش. تمام؟ ضربت كلّه كده زي ما أنتم شايفين في الخلاط، ضرب ناعم. بعد كده هاضيف ليها بقى معايا 3 قطع من الجبنة المثلثات، أي نوع أنتِ بتفضّليه، أو من الجبنة المربعات اللي أنتِ عايزة تستخدميه، اللي أنتِ عايزة الجبنة تطلع بنفس طعمه استخدميه. تمام كده؟ هنا أنا كنت استخدمت 3 علب سوري 3 قطع من الجبنة اللافاشكري. آآ وهابتدي أرفعها بقى على النار وأقلّب كده. بُصّوا إيديكم فيها بقى مع التقليب المستمر، علشان ما فيش حاجة تتكتل مني وتطلع معايا تمام أوي. أنا بس هنا هاقلّب كده مجرد تقليبتين لغاية الخليط بتاعي ده ما يتجانس كده مع بعضه. وبعد كده هاضيف ليها إضافة تانية. الإضافة التانية دي طبعًا حاجة إضافية، ولكن هتدّيكِ طعم الجبنة المربعات اللي هي الكيري. تمام يا جماعة؟ لغاية هنا كده هتدّيكِ طعم الجبنة اللافاشكري. لو هتضيفي الإضافة اللي أنا هاحطها دلوقتي هتدّيكِ طعم الجبنة الكيري، اللي هو إيه، اللي هو معلقتين كبار من القشطة، القشطة بتاعة وش الحليب أو قشطة من السوبر ماركت أيًا كان يعني. فضِفت معلقتين دي كده هتدّيكِ طعم الجبنة الكيري اللي هي المربعات. تمام؟ لإن هي بيبقى طعمها نسبة القشطة فيها عالية شوية. حلو، وطبعًا دي حاجة إضافية. هابدأ بقى هنا بالتقليب لغاية ما القوام بتاعي زي ما أنتم شايفين كده يتماسك. بُصّوا بسم الله ما شاء الله عليها هي كريمية قد إيه. طيب تعالوا بقى كده نشكّلها. أنا هنا كان عندي طبعًا علبة الجبنة اللي أنا شارياها وخدت منها المثلثات، فبدأت كده أفتحها، حطيت فيها stretch أو أي كيس تلاجة افتحيه وحطيه وادّي له دهنة من الزيت، دهنته كده دهنة بسيطة جدًا من الزيت. تمام؟ وبعد كده بُصّوا أنا عندي كمان جِبت كمان غطا بتاع علبة بلاستيك، وبرضه استخدمته عادي. لو ما عنديش العلبة دي هاستخدم عادي غطا علبة يعني بلاستيك عادية خالص. أو لو عندِك طبق صغنطط كده أهوّة بسور واطي برضه ممكن تستخدميه، وهاوريكم دلوقتي هنعمل إيه.
بدأت كده ايه انزل بقى بالكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، بديها بس خبطتين علشان خاطر تتساوى، الوش بتاعي يبقى متساوي. وغطيت كده بكيس من فوق الوش عشان برضو هدخلها التلاجة، يعني ما تلقطش مني التلاجة منها اي حاجة، وتطلع معايا تمام والطعم يبقى حلو جدا. المدارس طبعا دخلت علينا، ابدأي اعملي الوصفات دي في البيت علشان طبعا ولادنا بيزهقوا من السندوتشات والكلام ده، ولازم ننوع لهم، ولازم طبعا نسير الحياة الغالية اللي احنا فيها دلوقتي، فربنا يقوينا بجد على غلاء الأسعار. وهنا جبت زي ما انتوا شايفين كده، كان عندي القالب الصغنطط خالص ده، طبق كده بسرواتي وشكله مربع يعني مستطيل، فبدأت أعمله كده عشان أقطع منه الجبنة المربعات. تعالوا كده، طبعا احنا حطيناها في التلاجة يا جماعة، هتسيبيها في التلاجة لغاية ما تتماسك معاكي، تاخد بقى 3 4 ساعات 6 ساعات، المهم لغاية ما تتماسك معاكي. حلو كده. عايزة اقول لكم حاجة، انا استخدمت هنا زبدة، زي ما احنا قلنا تلت كوباية من الزبدة. لو ما عنديش زبدة انا طبعا استخدمت هنا سمنة، تمام، يعني الوصفة الأصلية باستخدام الزبدة. ما عندكيش زبدة استخدمي سمنة، بس لو هتستخدمي سمنة ابقي ضيفي نص معلقة دقيق زيادة، يعني احنا هنا استخدمنا معلقتين دقيق، لو هتستخدمي السمنة استخدمي معلقتين ونص من الدقيق، تمام كده. يعني هتزودي شوية في كمية الدقيق او تزودي شوية في كمية النشا، طبعا ده لو ما عندكيش زبدة وهتستخدمي سمنة، تمام كده. طيب بصوا شكلها بعد ما قطعناها زي ما انتوا شايفين، بصوا القطعه بسم الله ما شاء الله عليها متماسكه، هي متماسكه، بس ما تفكريش ابدا ان هي متماسكه ناشفه، يعني لا، هي متماسكه ولكنها كريمي. انت بمجرد يعني طبعا دي هي ايه لسه طالعه من التلاجة، بمجرد بس ما هتفرزيها كده في العيش او في الساندوتش هتفرد معاكي وهتبقى كريمي، وبجد النتيجه دي وهميه، الحقيقه ابهرتني. وادي ده كمان كان شكل القالب اللي احنا عملناه اهوت، اللي هو هيطلع شكله مربعات. اعملي بقى انت الشكل اللي يعجبك، يعني كمان ممكن تشكلي منها اي شكل تاني مش شرط اللي احنا بنعمله يعني. انا هنا عملت مثلثات شوية وكمان شوية مربعات كده، فيعني يبقى منها جبنة كيري ومنها جبنة ولافش كيري او مثلثات ايا كان اسمها ايه. وبجد النتيجة حلوة جدا، جربيها ان شاء الله مش هتندمي لما تجربيها، بجد هتعتمدي الوصفة دي وهتدعي لي. انا كل اللي عايزاه منكم يا جماعة يعني انا عاملة قناتي علشان اقدر ان انا افيدكم باي حاجة، اي حاجة جديدة اقدر افيدكم بيها، في نفس الوقت تكون مش جديدة بس يكون نتيجتها زي النتيجة عفوا، زي النتيجة بتاعت اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، ما تبقاش حاجة مختلفة، ما تبقاش حاجة طعمها مش حلو، وابقى يعني استخدمت مكوناتي وضيعت كل حاجة وكلفت نفسي على الفاضي. لا، لازم تطلع النتيجة زي بتاعت بره وكمان احسن. والله النتيجة بجد، النتيجة ادتني نتيجة وهمية واحلى بكتير من بره، وما كلفتنيش كتير بالنسبة للتكلفة بتاعت اللي انا هشتريها من بره بصراحة. ده كده كان شكلها. تعالوا كده بقى نجيب ساندوتش، وزي ما قلت لكم ما رضيتش استخدم عيش توست واشتريه لانه برده بقى غالي، فجبت كده رغيف عيش فينو وفتحته واستخدمته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا قد ايه كريميه حلوه جدا، بصوا بتتفرد معاكي في الساندوتش، جميله جدا جدا، الطعم بتاعها خيال. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. ما تنسوش بقى تحطوا لي كومنت حلو للوصفه بتاعتنا النهارده، واللي جربها يقول لي ايه رايه. ما تنسيش كمان تحطي لي لايك، اللايك بتاعكم بجد بيشجعني كتير وبيخليني اقدر ان انا واصل اقدم حاجات وصفات اقتصاديه او اي وصفات وتكون نتيجتها كويسه. فهي ما تنسناش من لايك وشير الفيديو. بحبكم كتير وجربوا الوصفة، انا متأكدة ان انتم مش هتندموا، وما تنسوناش من دعوة حلوة زيكم، وبألف هنا وشفا.